أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بدرس جديد. اليوم راح نشرح لكم كيف بدك تربط الكارت الصوت مع اللوجيك برو. يعني كيف بدنا إذا عنا كارت صوت بدنا نربطه بالإعدادات. طبعا عنا إعدادات، كيف بدنا نسوي هدول الإعدادات باللوجيك برو، وكيف بدنا نشبك بروجرام تاني مع اللوجيك برو. مثلا كيف بدنا نشغل برامج تاني مع نشبكهم مع بعض، كيف بدنا نسوي هاي الشغلة. خليكن معنا. طبعا مثل ما قلنا لكم اصدقائي، اليوم بدنا نتعرف كيف بدنا نشبك الساوند كارت او كارت الصوت مع اللوجيك برو. طبعا كل كارت بيجي معه درايفر خاص فيه، او اذا ما كان عندكم درايفر خاص فيه فيكم تنزلوا هذا الشيء من الانترنت، تكتبوا اسمه، تكتبوا درايفر بيطلع لكم اسمه. بعد ما تسووا هذا الشيء نجي على الاعدادات اللوجيك برو، ونشبكها مع الاعدادات اللوجيك برو. طبعا هذا الشيء كيف بدنا نسوي؟ نجي لهون على الايشتيلونج تبع الاعدادات العامة، نجي على الاوديو، وبعدين هون الجي مايند، هون كل شي الاعدادات، وهون بيجي الاوديو. نروح على الاوديو، هون هذا هو كل شي. اول شي اوسجانجن وانجانجن، يعني الاوتبوت وانبوت، او الخروج ودخول. يعني الخروج بيطلع الصوت من وين وبيفوت من وين. مثلا من كارت الصوت اكيد بدنا هذا الشيء. مثلا انا عندي شتاينبرغ، كارت صوت شتاينبرغ. اول شيء بدك تختار شتاينبرغ هون، وتختار شتاينبرغ هون. هون بيكون خلصنا من التعريف على كارت الصوت. وهون بيجي اغلب الاحيان يعني 128، يعني هذا تمام، لا تمدوا ايدكم عليها. وهاي اذا بيكون عندكم مشكلة بالصوت، بالكارت الصوت، مثلا ما بيسجل، بيتأخر او بيعمل مشاكل او اي شيء، بتجوا بتعملوها، مثلا بتاخدوها يمين يسار حتى يزبط التسجيل عندكم. وهون هون البريسيسور تبعت الكمبيوتر، يعني قوة الكمبيوتر قديش بدك ياخد من قوة الكمبيوتر. يعني هيك شغلات ما بيلزمكن، كل شغلات ما بيلزمكن. وهاي الشي المهم يلي بدنا نحكي فيه. هذا اذا بدك تشبك، يعني اذا بدك تربط برامج تانية مع اللوجيك برو. مثلا بدنا نشبك الفاينل كات، مثلا هذا هو الفاينل كات، بدنا نشبك الفاينل كات معه. تجي تكبس هون وتضيف الفاينل كات، وبصير عندك فاينل كات فينك تفتحه مع هذا البرامج اثنيناتهم مع بعض. إن شاء الله بتكونوا استفدتوا من الفيديو، ولا تنسوا تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك. ولا تنسوا تكتبوا لي تعليق تحت الفيديو شو بدكم أسوي بالدرس الجاي، وإن شاء الله بتكونوا استفدتوا من الفيديو.